نقاسموا الفرحه ديال المغاربه المقيمين بالخارج، ولا فونداسيون اللي قايمه على جميع يعني تنظيم الانشطه ولاكوي، يعني تتحاول يعني يدوزوا العطله ديالهم في احسن الظروف. وحنا شويه تنردوا لهم داكشي اللي كيديروا معنا ملي تنخرجوا كمنتخبات. شفتوا شنو دار الجمهور في باريس، كان سبب رئيسي باش نجيبوا ديك الميداليه لاول مره ديال المنتخب الوطني لكره القدم. احتفالات في الشوارع، كنحسوا بالفخر حنا تنشوفوا داك الصور. وحنا من الجانب ديالنا خصنا نرجعوا لهم هذا الفرح. هاد الوليدات هما وليداتنا، ونتمنوا لهم انهم يدوزوا مقام طيب في المغرب ويرجعوا لبلاداتهم، يعني البلدان ديالهم في احسن الظروف ان شاء الله. وتنظن بأن الشباب المقيم هنايا فهم في أيادي آمنة، وتنظن بأن التواصل ديال الأجيال تيجي عن طريق هاد المبادرات الجميلة اللي هي شفنا اليوم. وجد سعداء بافتتاح ملعب جديد هنايا وديال كرة القدم بالنسبة للشباب. وكما تشوف الحفاوة متواجدة، معروف على المغاربة الحفاوة، وهذا هو اللي غيخلي تواصل الأجيال إن شاء الله يكون تواصل بين جيل وجيل. احنا فرحانين بالتواجد ديالنا في مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذه الجالية اللي عطاتنا وليداتها اللي هم متشبتين بأرض الوطن، فهي امتداد نقولوا يعني بالماضي بالمستقبل حاليا. وهذا تجلى لنا من خلال اللاعبين اللي كيطعموا الفرق الوطنية حاليا، اللي أبلوا البلاء حسن في جميع يعني المحافل الافريقيه او العالميه اللي لعبوا فيها. اخص بالذكر كاس افريقيا اللي كانت في الجزائر ديال سعد شيبه، كذلك الشرعي اللي فاز بكاس افريقيا، كذلك المنتخب الاول في قطر، كذلك المنتخب الاولمبي حاليا. وهذا الشيء جميل. كذلك ما نساوش اللاعبين اللي تكونوا في المدارس المغربيه، وهذا الشيء جميل. اليوم حنا كنرحبوا بهم في البلد ديالهم، ونتمنى انه ان شاء الله ان الجاليه المغربيه ما زالت تنتج لنا ان شاء الله رياضيين او لا ابناء يكونوا ناجحين في شتى يعني المحافل الدوليه، كنتكلم العلميه، الطبيه، اقتصاديه، حتى الرياضيه كذلك. حنا جد فرحين كلاعبين ديال المنتخب الوطني لكره القدم داخل القاعه. الحضور ديالنا اليوم الافتتاح ديال مؤسسة حسن الثاني اللي كتستقبل الوليدات ديال الجالية وكتخلق لهم ورشات وكتشجعهم، وحنا جد فرحين وجينا حتى حنايا باش نكبروا بهاد الوليدات ونعطيهم نصائح لما استقبلنا هذا اليوم لاعبي كرة القدم اللي قدمنا لهم الدعوة لزيارة أطفال المقام الثقافي اللي في النسخة 25 هذا العام، واللي منظم من طرف مؤسسة الحسن الثاني لفائدة الأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، واللي كيتراوح العدد ديالهم هذه السنة 740 طفل اللي جاوا من بقاع العالم كاملة. وهذا الاستقبال ديال اللاعبين المغاربه اللي صنعوا تاريخ الكره المغربيه جاء استجابه لطلب اطفال الجاليه اللي تمناو انهم يشوفوهم. وحنا كنشكروا كثير هاد اللاعبين اللي لبوا الدعوه.